السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد. الأهلي المصري يقيل مدربه خوسي روبيرو. وجه نادي الأهلي المصري شكره للسيد خوسي روبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه الفني المعاون له على الفترة الذي قضاها، وتم إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي. جاء ذلك عقب اجتماعات لجنة التخطيط بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والكابتن محمد يوسف المدير الرياضي. بدأت بدأ الاجتماع في 11 صباحا واستمر لعدة ساعات. ناقش خلالها التقارير التي قدمت بها كل من المدير الرياضي والمدير الفني. في ضوئها جاء القرار المشار إليه، وأكدت اللجنة في جلستها مع خوسي روبيرو على تقديرها لما قدمه منذ توليه المسؤولية، وأنه بذل كثير من الجهد لكن النتائج لم تساعده على استكمال التجربة في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهير الأهلاوية مستويين المحلي والقاري. وتواصل لجنة التخطيط اجتماعاتها للاستقرار على التصور النهائي للجهاز الفني الذي سوف يقود الفريق خلال المرحلة القادمة. إذن الأهلي المصري يقيل المدرب خوسي روبيرو مع بداية الموسم الجديد. ننتظر المدرب الجديد وسنوافيكم على الخبر إن شاء الله. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.